السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وافضل حال. جبت لكم النهاردة وصفة جديدة وهي وصفة الهريسة. طلبتوها مني كتير وعملتها لكم اهو. هقول لكم ازاي تجيبوا الفلفل الاحمر وازاي تعملوا الهريسة وتنفع معاكم لجميع الاكلات المشويات، وطبعا بتخش في التتبيلات بتاعة المشويات وتتبيلات الطواجن، وكمان معانا في البتنجان والمخللات. يعني بتنفع معانا في اكلات كتير قوي. وطبعا لازم الهريسة دي تكون موجودة عندنا في تلاجتنا على طول. بصراحة طول ما الهريسة دي موجودة بتبقى حلوة جدا جدا جدا، وبتنفع في اي تتبيلة بنعملها، وبتنفع كمان وبتنجز معانا لما نقلي طبق البتنجان الجميل ده. هوريهولكوا اهو، شايفين عملت بقى طبق البتنجان الجميل ده وكان تحفة. شايفين الطبق وجماله؟ هنعملها بمقادير موجودة في كل بيت. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحط لايك للفيديو ونخش نشوف الطريقة والمكونات بتاعتنا. مكونات سهلة وبسيطة. وما تنسوش تقولي رأيكم في الكومنتات لو حد بيعملها زي بالطريقة دي. انزلوا كده في الكومنتات وقولوا لي بتعملوها زي كده ولا بتعملوها بأنهي طريقة. اول حاجه بقى كده بعملها علشان ما يبقاش الهريسه معايا حاميه قوي. بجيب نص كيلو من الفلفل الحامي ونص كيلو من الفلفل الرومي. يعني نص الكميه من ده ونص الكميه من ده، وبعملهم مع بعض عشان تبقى ما يبقاش حامي قوي، لان انتوا عارفين طبعا الفلفل الاحمر ده بيبقى شطه، بيبقى مولع بمعنى الكلمه، بيبقى ولعه. فبحط نص الكميه مع رومي علشان ما يبقاش حامي قوي. بعد ما بغسل الفلفل كويس قوي بروح منشفاه كويس كده بمناديل المطبخ او بفوطه. تنشفي بقى بفوطه، تحطي كل الكميه بعد ما تغسليه على فوطه كده وتنشفيه كويس اللي يريحك، او بمناديل مطبخ اللي تعمليه. اهم حاجه يبقى الفلفل معايا ناشف مفهوش اي ميه، علشان الميه هتأثر من عمره وهو معمول هريسه. فلما اخليه ناشف من الميه بتاعته كده بحافظ يقعد معايا اكتر وقت ممكن يقعد ازيد من سنه كمان. تمام، هقول لكم دلوقتي احتفظ بيه في الفريزر ازاي واحتفظ بيه في التلاجة ازاي ولمده قد ايه. اول حاجه بعد ما غسلت الفلفل ونشفته كده كويس، ببدا ان انا اشيل القمع بتاع الفلفل الرومي. شيلته كله كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى ان انا اشيل القمع الاخضر بتاع الفلفل الحامي كمان. وهنا بقى تقدري تشيليه كده بالسكينة او تشيلي القمع بايدك كده بكل سهولة، وطبعا هو بيتشال معايا سهل جدا اهو. فهشيله كده بايدي عادي مفيش اي مشكلة، وهعمل الكمية معايا كلها بالطريقة دي. بعد كده بقى هبدأ اجيب السكينة واقطعه كده لمكعبات صغيرة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهقطع كمان الفلفل الرومي او الكوبي برضو، هقطع بقى كل الكمية اللي معايا. وزي ما قلت لكم في اول فيديو انا هعمل كيلو، هحط نص رومي ونص فلفل حامي. طبعا لو عايزة حامي بس اعملي، لكن هتبقى شطة ولعة 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 بمعنى الكلمة. لو انتي برضو عايزة تعمليها بالرومي بس هتبقى مسكرة كده وحلوة مفيش اي مشكلة. انا بعمل الاتنين ميكس ما بين الاتنين عشان تبقى فيها سن حامية كده شوية، وفي نفس الوقت ما تبقاش حامية قوي. زي ما انتم شايفين اهو، حطيت بقى في الكبة بتاعتي كلها. تعالوا بقى نشوف المكونات اللي احنا هنضيفها. مكونات موجودة عندنا في كل بيت، والمكونات دي هتطعمها علشان البتنجان والمخللات والمشويات والحاجات بتاعتنا. اول حاجة كده كيلو الفلفل هحط عليه معلقتين كبار من الملح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. فلفل بقى رومي حامي من ده على ده اي حاجة، المهم ان الكيلو هياخد معلقتين كبار من الملح، عليهم معلقة صغيرة من الكمون، والكمون طبعا يكون مطحون ناعم. وهحط كمان معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة وبرضو مطحونة ناعم. هحط كمان ربع كوباية صغيرة من عصير الليمون، يعني ما يعادل ليمونتين كبار كده، تعصري عليهم ليمونتين كبار. او الحامض، عصير حامض عشان اخواتنا اللي في الدول العربية. هحط كمان ربع كوباية خل، بما يعادل كده معلقتين كبار مليانين خل او 3 معالق. هنحط عليهم كمان معلقة كبيرة من السكر. السكر هنا مادة حفظ، بتدي برضو بتعادل كده مع الملح، بتبقى حلوة قوي، بتدي ما بين ملوحة وتسكيرة كده، بتبقى حلوة قوي. وكمان بتبقى مادة حفظ كويسة قوي، وهو ده اللي بيحفظ لك الهريسة دي في البرطمان. تحطيها كده في باب التلاجة لحد تقعد معاكي شهر وشهرين ما يجرالهاش اي حاجة. هنحط كمان مكون عليهم بس بعد ما نضربهم كويس كده مع بعض في الكبة. عايزه اقولك ان انت كمان ممكن تستبدلي السكر بالعسل الاسود، هتحطي معلقه عسل اسود، بس انا بفضل السكر بيكون احسن وافضل يعني.
هاضربهم بقى كده لحد ما المكونات كلها كده تنعم مع بعضها، والفلفل ينعم يبقى بالشكل ده. طبعا ممكن تعمليها في الخلاط، بس هتحطي الليمون والخل الاول، وبعد كده هتحطي الفلفل. ما تحطيش اي ميه خالص، لان الفلفل معانا بطبيعته بينزل ميه. خلاص كده الهريسه بقت جاهزه معانا اهي كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى كده ان انا اجيب بوله عندي وافضيها فيها كده بالشكل ده. في بقى مكون تاني هنحطه، اللي قلتلكوا هنحطه هنضيفه عليها بعد ما نضربها في الكبة. المكون ده هو الزيت. الزيت برضو هنا حلو جدا معاها، بس ما ضربناهوش في الكبة من الاول، لان هيخلي لونها مبيض كده ويخلي لونها مش حلو. الزيت بعد ما خلاص ضربنا كله كده بنبدأ نضيفه عليها وهي في البولة. الزيت هنا كمان بيمنع الهواء يدخل لها فتبوظ معانا بسرعة، وكمان بيديها طعم، وكمان بيقلل من ان هي تكون حامية قوي. هضيف لها بقى كده نص كوباية الزيت، واللي انا مستخدماه زيت نباتي. لو عندك زيت زيتون هيبقى احلى وهيبقى اطعم بكتير جدا جدا، وهيبقى كمان قيمة غذائية عالية قوي، لان احنا طبعا عارفين زيت الزيتون قيمته الغذائية عالية قوي واحسن بكتير من الزيت النباتي. ما عندكيش زيت زيتون هتحطي نص كوباية زيت عادي بتاع الاكل خالص، زي ما انا ما عملت كده. وهقلبهم بقى كويس كده مع بعض، هقلبها كلها كده مع الزيت. وخلاص كده بقت جاهزة معايا ان انا اعبيها في البرطمانات بتاعتي. اول حاجة كده البرطمانات بتاعتك لازم تكون ناشفة جدا ومعقماها كويس قوي. ازاي يعني؟ تجيبي البرطمان بتاعك تغسليه كويس قوي، وتحطيه في الفرن كده شوية لحد ما ينشف ويتعقم، او تحطيه على البوتاجاز من فوق برضو لما ينشف ويتعقم، ما يبقاش فيه اي مية خالص، علشان الهريسة ما تبص معاكي وتفسد معاكي بسرعة. هعبي بقى الهريسة اللي معايا كده كلها. الكمية دي او الكيلو ده عمل لي 4 برطمانات. البرطمان اللي هو النص كيلو هحتفظ بقى ببرطمان كده في باب التلاجة عندي استعمل منه، والتلاتة التانيين هعينهم في الفريزر. وقت ما البرطمان ده يخلص هطلع التاني. عايزة اقولكوا البرطمان ده هيقعد معاكوا بالطريقة اللي عملناها دي، وبنفس الخطوات والتركات اللي قلنا عليها. هيقعد معاكي كده في باب التلاجة لمدة شهرين، مش هيجراله اي حاجة. وطبعا اللي انت هتعينيه في الفريزر هيقعد معاكي سنة كاملة، هيقعد معاكي من السنة للسنة، وهيقعد كمان اكتر من سنة. طول ما هو في الفريزر هيقعد معاكي كتير. هتطلعيه تحطيه في التلاجة وتستعملي منه. وعايزة اقولك كل ما بيقعد في التلاجة اكتر بيتعتق اكتر، وبيكون طعمه قوي جدا جدا واحسن من اول مرة. يعني يستحسن انت تعمليه وتبدأي تستخدمي منه بعد اسبوع، بيكون الطعم بتاعه اقوى واجمل بكتير. ده كان الوصفة بتاعتنا النهاردة، وده كان الفيديو بتاعنا. اسيبكم بقى في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.